الشيعة نازحين بالطريق بدون أكل بدون شرب وما عندهم حرامة يدفيهم، والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى عم يتفرج. وين أموال الوقف الشيعي عم بتروح؟ هذا واجب الدولة. على الدولة أن تقوم بإيواء النازحين وبتهيئة الظروف لهم، مش بيروحوا بيطالبوا المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يخلي المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وبيتركوا الدولة اللي هي واجبتها. أموال الوقف الشيعي بتندار من قبل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، وهي أموال نقدية، أبنية، عقارات، مؤسسات خيرية، وكلها تستثمر لأنشطة دينية واجتماعية. الشيخ علي الخطيب بدي ذكرك، المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى أنشأوا موسى الصدر ليكون بيت للناس، مش ليكون مركز سلطة عليهم. دور المجلس هو تنظيم شؤون الطائفة والدفاع عن حقوقها ورفع الحرمان الاجتماعي عنهم. اكتبوا لي بالتعليقات، انتم راضيين عن دور المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بهاي الأزمة؟